السلام عليكم على احلى مشاهدين. معاكم اسماء في مطبخي مع اسماء. هنعمل مع بعض النهارده الغريبه. طبعا كل سنه وانتم طيبين، داخلين بقى على موسم رمضان وموسم العيد، وهنعمل مع بعض النهارده الغريبه بمقادير ان شاء الله مظبوطه جدا، وهتطلع معاكم ناجحه على طول. اول حاجه معايا هنا كوبايتين من الدقيق. الكوبايه اللي هعاير بيها الدقيق هعاير بيها السكر، هعاير بيها السمنه. كوبايتين من الدقيق، بنخل الدقيق كويس، وبستخدم كمان دقيق يكون متعدد الاستخدامات عشان يديني نتيجة حلوة للغريبة. وهحط عليها نص كوباية من السكر البودرة، نستخدم سكر بودرة ما نستخدمش سكر خشن. وهحط عليهم كوباية من وحطيت هنا نص معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. وبعد كده هحط كوباية من السمنة. لو هتستخدمي 4 كوبايات دقيق، بحط عليهم كوبايتين من السمنة وكوباية من السكر البودر. تمام، انا مستخدمة هنا كوبايتين، يبقى كوبايتين من الدقيق، حطيت عليهم كوباية من السمنة ونص كوباية من السكر. هقلب بقى كويس قوي، يعني هعجن كده العجينة كويس، هلمها معايا كويس. طبعا لو لقيتي العجينة كده مفتفتة معاكي ومش ملمومة، زودي معلقة من السمنة. تمام، يبقى ببدأ بقى اكور العجينة معايا كور كده، وبضغط عليها بصباعي. بحط بقى في ممكن احط عليها زينة شيكابون، ممكن احط عليها فول سوداني، ممكن ما تحطيش حاجة خالص وتدخليها الفرن. طبعا بندخلها الفرن على درجة حرارة 180. بحطها كده على الصاج في الرف اللي في النص. تمام، وبتاخد حوالي معايا كده 10 دقايق، ما بتاخدش وقت خالص. ممكن تطلعيها بيضة شوية عن كده، بس انا بحب ادوس عليها شوية، يعني بخليها تاخد لون خفيف كده. واول ما تطلع معايا وهي سخنه، بحط عليها فرماسيل عشان يلزق عليها وكشكل بس. تمام، بس يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد في مطبخي مع اسماء. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وتعملوا اشتراك في القناه لو اول مره تشوفوا قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.